أحمد غانم ولد في 14 من فبراير لسنة 1903 بمدينة معسكر. كان يعمل جزارا في شارع باسكال موزيلي بمعسكر، ثم في ساحة القيثارة بالجزائر العاصمة التي تسمى اليوم ساحة بوزرين في قصبة الجزائر. قبل التحاقه بنادي المولودية بالجزائر، تعاقب على تدريبه 3 مدراء: فيتولي، ثم كورنيليس، ثم صالح أمزيان من قسنطينة. ثم التحق بنادي المولودية للملاكمة بالجزائر العاصمة تحت إشراف المدرب بن شوبان أحمد. انتقل لاحقا إلى اسطبل أندريه روتيس الاحترافي بباريس، بطل العالم السابق. أحرز ألقابا كثيرة: بطل دائرة وهران، بطل شمال إفريقيا، وبطل فرنسا. بعد الاستقلال، أسس وقاد قسم الملاكمة في نادي غالي كلوب بمعسكر. كان قميصه يحمل نجمتين، واحدة في الأمام وأخرى في الخلف، رمزا للنجمة الشمال إفريقية. توفي أحمد غانم في 20 من مايو لسنة 1967، تاركا إرثا خالدا في تاريخ الملاكمة الجزائرية.